جماعة عايز اقول حاجة بمناسبة نهاية السنة. دايما في نهاية السنة بفكر نفسي يا ترى انا حققت ايه وما حققتش ايه، يا ترى انا وصلت لفين، يا ترى انا خلاص السنة عدت. فبحس ان الموضوع ده بياخد طاقة كبيرة مني، وببتدي اشوف الوحش دايما اللي انا عملته طول السنة او انا ما حققتش ايه، وده بيسبب قلق. فحاسس ان انا حابب احكي موقفين كده لنفسي قبلكم. الموقف الاولاني هو ان في حد كان الشغل بتاعه، هو في الشغل عنده مشاكل كتير جدا، ولو انا عندي نفس المشاكل دي في الشغل بتاعي انا ما كنتش هكمل في الشغل خالص. بالعكس، انا لما جيت اتكلم معاه لقيته بيقول لي انا كنت من سنتين في البنك اكاونت بتاعي صفر، ودلوقتي الحمد لله انا كويس ومبسوط. حسيت انه شايف جانب كده بعيد قوي عن المشاكل. واحد تاني شخص كان معايا في الكلية، وكان هو اللي بيذاكر لي، وجيت في اخر سنة في الكلية معرفتش عنه حاجة. الشخص ده بعد 4 سنين من تخرجنا عرفت ان هو جاله فقدان كامل في الذاكرة وما كانش فاكر اي حاجة، وده اخره عننا 4 سنين. which is ان هو يعني هيبدأ في حياته العملية من دلوقتي. وبرضه ستيل هو شايف في امل، وشايف ان الدنيا ما اتقفلتش قدامه، وشايف ان لسه كويس، انه كويس وصحته بقت احسن. فابتديت اراجع نفسي في مفاهيمي انا الخاصة، ان انا كل سنة ليه بجلد نفسي، لازم اكون ممتن. وان الامتنان هو فعل مش مجرد عاطفة. الامتنان مش بس هيساعدك تحسن علاقتك مع نفسك، لا هيساعدك تحسن علاقاتك مع الناس كلها. مش مجرد ان انت شخص ساخط على كل حاجة، لا ده هيخليك تدي طاقة للناس اللي حواليك. هيساعدك ان انت تبقى صبور اكتر. قلت لنفسي ان انا لازم ابطل استنى الاسباب اللي بتخليني مبسوط، لازم يكون الانبساط هو جزء مني. فكرة ان انا استنى الاسباب، دايما هيبقى في اسباب تخليني متضايق. ففكرة ان انا استنى ان الشغل هو اللي يبسطني، استنى ان الناس هي اللي تبسطني، او ان اصحابي هم اللي يبسطوني، فهم مجرد اسباب. فليه ما يكونش ده حاجة نابعة مني انا؟ وحش ربنا خلق لنا ذاكرة عشان نفتكر الحاجات الحلوة اللي في حياتنا، والناس الكويسة اللي في حياتنا، والمواقف الحلوة في اصعب الظروف، مش بس عشان نفتكر الوحش. وفعلا افتكر طول الوقت ان في وسط كل المشاكل اللي انت فيها، ان المكان اللي انت فيه دلوقتي انت كنت بتحلم بيه من سنة. انا بقول الكلام ده لنفسي قبلكم، انا فعلا المكان اللي انا فيه انا كنت بحلم بيه من سنة. الجانب الايجابي ان هو في اي وقت صعب انت فيه، بص لنفسك من فترة كبيرة هتلاقي نفسك ان انت حلمت بالمكان ده، وان ده مجرد وقت. حاولوا تكتبوا الحاجات اللي انتم ممتنين بيها، صدقني هترجع للورقة دي وهتفرح جدا. بس قولولي انتوا ايه الحاجات اللي انتم ممتنين بيها تحت في الكومنتس.